مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في هذه المواجهة العربية المنتظرة، والتي يحمل من خلالها المنتخب المغربي الآمال العربية من أجل التأهل والوصول إلى الدور القادم ومتابعة المشوار العربي في هذه البطولة الاستثنائية، عندما يلعب ضد المنتخب الكندي وأمامه العديد من الحسابات للتأهل إلى الدور القادم ومواصلة المشوار إلى المرحلة القادمة والوصول بحول الله للمرة الثانية في تاريخ المغرب إلى المرحلة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم، هذه المرة على الأراضي العربية. المغرب في مواجهة كندا اليوم يلعب بالألوان البيضاء على يمين المشاهدين الكرام، وفي الجهة اليسرى يأتي المنتخب الكندي باللون الأحمر بتغيير وحيد فقط ربما على التشكيلة التي هزمت بلجيكا كخيارات حاضرة للمدرب وليد الركراكي الذي يبدأ اليوم بعبد الحميد الصبيري مكان أملاح الذي لا يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، وبالتالي يأتي الاعتماد على من سجل في المنتخب الكندي باللون الأحمر بتغيير في ذلك اللقاء. إذا ياسين بونو باستثناء ذلك أيضا هنالك تبديل، يأتي كرة بمحاولة أولى لكن أيضا مرت خلال تاريخ كندا الكروي عندما أصبح أول كندا كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي، أبعدت عودت لا 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 يحمل آمال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا. حكيم يضع الكرة في المرمى ويعلن عن أول أهداف اللقاء للمغرب بل وللعرب كافة. المغربي يمتطي جواد التألق والإبداع، يمتطي الصهو من مسافة بعيدة، تسديدة تأتي اصطدمت تحولت حارس المرمى، لا زالت مستمرة وقائمة، تسديد انتصار مغربي بحول الله للتاريخ، قد يكون حاضرا بأكبر مصلحات المغرب. الكرة تعود في الجانب المقابل مرتجة بالإضافة إلى رشيد عليوي، كرة بمحاولة واحد بفارق هدف واحد. مجموعة الخامسة تصل إلى الجهة اليسرى، أبعدت من أمام سفيان بوفال، تحولت إلى خارج كأس العالم مع المنتخب المغربي. طبعا المباراة التركي لكرة القدم واللعب الذي في الدوري البلجيكي، كرة بمحاولة خطيرة جدا لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الوصول. نعم ياسين، أسرع ياسين دورة الألعاب الأولمبية في عام 2012 هناك يتقدم ويمر زياش يسدد لكن علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة باب الاثنين، كرة عن طريق زياش لا داخل اللقاء، توصل الآن بلجيكا ومشات أرى كندا، بلجيكا ومشات خلصنا من البلجيك والآن على كندا، ويوسف يسجل ويضع الكرة في المرمى. وصلت في الجهة اليمنى المحاولة عن طريقه ليعلن عن ثاني الأهداف الآن ويبحث عن الثالث المنتخب البلجيكي، لكن أيضا تأتي يا سلام يا خطرة ضاعت فرصة الهجمة الأمامية الآن لمصلحة المنتخب المغربي، لكن يبدو الملعبان اللذان سيشهدان. والكرة بعد ذلك هنا من خلال الكرة تعود في الجهة اليسرى الآن، محاولة عرضية ملعوبة خطيرة، تغير اتجاه الكرة فخدعت ياسين بونو، زالت خطيرة عرضية داخل منطقة الجزاء. نعم، وبالتالي قد يجد لاعبو المغرب لم يصل إلى الكرة بالتوقيت المناسب. معلش يا شباب المباراة لم تنتهي بعد، لذلك نتمنى عودة إلى ياسين بونو، سيطر على كرته بالشكل أمور بالتعادل، يعني أن المغرب هي من يجب أن يكون، لكن أيضا ندرك بأنه داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية عودته
الحاضرة يبدو من خلالها التسلل. لا يعود إلى تقنية الفيديو إلا إذا كيفه وعلى كيفه ولا بمزاجه يلغي الفار. خلال جدول الترتيب الذي يظهر بين الفين. ايضا كذلك للكابتن نادر السيد احد عمالقه. تعيد الكره والمحاوله خطيره جدا، وصلت يا الله. المباراه الاول كره بمحاوله عن طريق حكيم زياش عرضيه، لكن في احضان حارس المرمى صاحب ضيافه وصاحب الارض والجمل. خلالها محاوله الان لمصلحه المتصل من الجهات اليمنى، عرضيه داخل منطقه الجزاء خطيره من الفونسو ديفيز خاطب المنتخب الالماني او حتى رومان سايس اللي يلعب في الدوري. فهي من ستتصدر بفارق الاهداف عن المنتخب المغربي، عن المنتخب المنافس سفيان مرابط. سفيان واجه ربع ساعه، مرت كره بمحاوله الباير، كره انطلاقه من الجهات اليسرى، خطا. محاوله لمنتخب كندا داخل منطقه الجزاء، مرت من امام الجميع، مرت من امام كندا. لمسه الان عن طريق عن التعديل، ويبحث المنتخب المغربي عن التأمين. الامور لا نأمل للنتيجة، لا نقرة المشجع العربي بعد سنوات وسنوات من الآن. التواجد العربي وحضورهم في مونديال كأس لاريا ريتشي لاريا. أحداث هنا في هذا اللقاء، والأمور لا زالت مستمرة بهدفين مقابل هدف واحد. دم العربي يحن، ولو كان واحد منهم، وحضورها الكبير هنا من خلال وبقية الأسماء في هذه الكرة والمحاولة من المغربي. عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا لا زالت مستمرة وقائمة. هوتشنسون، وقاولة لا زالت مستمرة وقائمة، صافرة موجودة الآن. هوتشنسون، كرة بمحاولة ملعوبة الآن. كل التبديلات المتاحة له من خلال أحداث هذا المغرب بعيدا عن الأداء. انتصارين